بقى نتعلم حاجة من الحتة دي في حياة أحمد زويل، إن أنت لازم ترضى باللي ربنا كاتبه لك. ممكن ما يبقاش أنت في دماغك في الوقت اللي حصل فيه الحاجة دي إن الحاجة دي مفيدة ليك، بس أنت مع الوقت في المستقبل هتعرف إن ده يعني كان أحسن حاجة ربنا كاتبها لك ودخلتها. كنت ممكن لو دخلت الحاجة اللي في تفكيرك، يعني أحمد زويل مثلا لو دخل كلية الطب بس ممكن يعمل عملية غلط، بس ربنا كتب له الخير ليه. أدينا شفنا بقى من أعظم العلماء في مجال الكيمياء، وبقى خد جايزة نوبل وخد جوائز كتير. فممكن أنت تبقى نفسك برضك تخش كلية الطب وربنا يكتب لك كلية بالنسبة لك أنت مش عاجباك، بس بعد ما تخشها تدرك إن الحاجة دي كانت أحسن حاجة دخلتها. ربنا بيقول في كتابه الكريم: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأنت لازم ترضى باللي ربنا كاتبه لك، لأن ده هيبقى أحسن حاجة ليك، وأنت هتدركها بعدين في المستقبل، هتدرك إن ده كان أحسن حاجة ليك في حياتك. فلازم ترضى باللي ربنا كاتبه لك، مش في العلم بس، يعني مش عشان كلية كذا، أو أو عشان أنت ما دخلتش كذا فدخلت كلية تانية. فلازم يعني ترضى بربنا كاتب لك في حياتك عامة، في كل حاجة بتحصل لك. يعني حصل لك حاجة، العربية اتخبطت لا قدر الله وانت نجيت منها، ما تقعدش تقول عربيتي ضاعت، ما اعرفش عربيتي اتكسرت، ممكن كان تروح فيها. فلازم ترضى بربنا كاتبه لك. تليفونك ضاع، تليفونك اتكسر، ده حاجة يعني هما بيقولوا ايه، حاجة فادت حاجة أو حاجة مكان حاجة. فلازم نرضى بقى باللي ربنا كاتبه لك. ودي رسالة لكل طالب أو كل إنسان عامة في الحياة، إن أنت لازم تبقى قنوع بالحاجة اللي ربنا كاتبها.